صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة الحليب الساخن. في الجو ده بنحب نعمل معجنات كتير مع كوباية شاي كده، بتبقى خطيرة. سبق قبل كده وعملناها مع بعض وعجبتكم جدا وجابت لايكات كتير. النهارده هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، اظبط واحلى طريقة للكيكة. بتظبط معاكي جدا وما بتهش معانا وما بتهبطش ولا اي حاجة خالص. تعالوا بينا نجربها ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه عندي هنجيب الخلاط بتاعنا، هنزل عليهم بوحدتين من البيض، بيضتين او ثلاثه. انا استخدمت بيضتين فقط. 2 باكت كده من الفانيليا او معلقه من الفانيليا السايله، نص كوبايه من السكر، وربع كوبايه من الزيت. وبعدين هضرب بقى كل ده في الخلاط كويس قوي. لازم تضربيه. انا بعد ما ضربته شويه لقيت ان السكر لسه مخرز فيه. ترجعي تضربيه تاني. اهم حاجه تتاكدي ان السكر داب تماما ومش مخرز معاكي نهائي. بس كده هنزل بقى بالخليط السائل كده في البولة بتاعتنا، وهحضر بقى المكونات الجافة. هجيب هنا كوباية من الدقيق، كوباية واحدة فقط بنفس مقدار الكوباية اللي عملت بيها السكر، معلقة من البيكنج باودر او باكت من البيكنج باودر، رشة من الملح. وهنخل المكونات دي كويس قوي. والخطوة دي مهمة عشان تتأكدي ان الدقيق بتاعك مفهوش اي شوائب خالص. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض في نفس الاتجاه. اهم حاجة عشان نفس الاتجاه عشان ما تعملش فقاعات معانا. هتلاقي كده بس المكون بقى تقيل شوية لحد ما نحضر بقية الطريقة. هجيب كده نص كوباية من الحليب وثلاث قطع من الزبدة، او يعني بما يعادل ربع فنجان من الزيت، يا زيت يا زبدة. واحطهم بقى على النار لحد ما يغلوا كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنزل بيه على المكونات بتاعة الكيكة بتاعتنا، وننزلوا بيه سخن عادي، ما تقلقوش، مش هيعمل اي حاجة خالص. هقلب بقى كل ده كويس قوي. هنا بس لقيت المضرب مش هينفع فاستخدمت الاسباتيلا. برضو هقلب كويس قوي في نفس الاتجاه. وهتلاقوا المكون بقى سايل شوية معانا، يعني هي بتبقى اخف شوية من طريقة الكيكة العادية، قوامها بيبقى اخف. طبعا هكون مشغله الفرن من قبلها بربع ساعه وعلى الرف المتوسط. وهجيب القالب بتاعنا وحطيت فيه قالب يعني ورق زبده، ومش شرط تماما ورق الزبده، تقدروا تحطوه عادي بس تدوها كده في صينيه او القالب بتاعكم مسحه من الزيت وتنزلوا بالخليط عادي. وهعمل كده بعصايه الشيش طاووق الفتحات دي عشان ما فيهاش اي فقاعات، واديها كام ضربه واحطها في الفرن. قعدت معايا بالظبط 35 دقيقه، 25 دقيقه في الفرن و10 دقايق على الرف المتوسط، تاخد بس اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وممكن كمان تشغلي المروحة، مش هتضطري تستخدمي خالص الشواية. بس كده بقت جاهزة معانا. بصوا هي طرية جدا جدا، يعني هشة قوي. انا عايزه اقول لكم انا كنت خايفة عليها وانا بقطعها من كتر ما هي طرية جدا. بصوا سهلة ازاي وهشة وخفيفة، تحس ان الاسفنجة نفسها بتاعتها بتتنفس. ولو هتعملوها برضو في قالب عادي عادي هتطلع معاكم هشة جدا زي الاسفنجة بالظبط. مع طبعا بقى كوباية شاي في السقعة دي هتدفينا حقيقي، طعمها خطير. ودي احسن واظبط طريقة للكيكة. لو جربتوها انا واثقة ان انتوا هتعتمدوها، مش هتستخدموا اي طريقة تانية لاي وصفة كيك. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.